بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي يا أخوان، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي قصة بسيطة وإن شاء الله أنها تحوز على رضاكم وإعجابكم بإذن الله، ولا تنسونا من اللايكات والإعجابات وتعليقاتكم الجميلة إن شاء الله يا رب، وإضافاتكم الله يسعدكم يا رب. أعجبتكم ولا ما أعجبتكم إضافاتكم الله يجزاكم خير، ما هي مأثرة فيكم بإذن الله تعالى. الله يسعدكم. هذا شخص نوى الزواج من أهل الرياض، تزوج بنت عمه من الطائف، وأتم العرس طال عمرك، وجابها للرياض وجلسوا طال عمرك بالرياض وعاشوا 6 شهور 7 شهور 8 شهور، ما توافقوا، صار بينهم مشاكل، تم الطلاق. راحت لأهلها، وقت ما طلقها كانت حامل، فخلاص يعني تم الطلاق بعد الولادة، فتم الطلاق فخلى الولد عندها، فاتفقوا قال إذا تزوجت ترى باخذ الولد. فظل الولد تربية أمه لما كبر ما شاء الله تبارك الرحمن، فما يعرف عمامه، ففي اتصالات بينه وبين أبوه، يعني موجود رقمه وموجود كذا، ويكلم ولده كلمة هذا، يسأل عن ولده وكذا ومتى تجي يبا، فات خبر مشاغل الدنيا وكذا. فصار عمره 14 سنة الولد ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ثاني متوسط ثالث متوسط ثاني متوسط ما شاء الله تبارك الرحمن. الولد شقردي ما شاء الله، يعني شايل أمه وقايم بها وش ما تبي عند عينها، ومستنسين عليه خواله وجماعته، اي بالله. ودارت الأيام طال عمرك، ويجي عمامة 2 من عمامة طال عمرك قالوا لي بنروح ناخذ عمره، طلعوا بسيارتهم طال عمرك وراحوا للطائف. يوم وصلوا عند الميقات يبي يحرمون، قالوا وش رايك نتصل على ولد اخونا نطمن عليه ونشوفه هو زين، اخباره ناقصه شيء حاجه نسأل عنه. المهم دقوا الجوال على ولد اخوهم، السلام وعليكم السلام، شلونك؟ طيب بخير، معك عمك فلان وعمك فلان، حنا بالميقات نبي نحرم بنروح نعتمر، وجاي والله نبي نشوفك ونسلم عليك قبل لا نروح. قال لا تتحركوا من مكانكم الحين جايكم. والله ياخذ طال عمرك ويدق شو اسمه على جاره، قال تكفى سيارتك ابي اروح، العمامي جايين عند الميقات. قال تفضل. والله ما شاء الله عليه الولد حتى يسوق، هو صغير يسوق، وياخذ السياره على الميقات. والله ويقابل عمامه ويسلم عليهم. قال لبيتوا، طبعا هم محرمين لابسين الحرمات وكل شيء، بس باقي انهم يلبون ويمشون. قالوا لا والله يا ولد اخونا ما لبينا. قال علي الحرام، ما تطلعوا ما تحركوا من هنا الا وانتم ماخذين واجبكم. يا ولد اخوي يا ابن الحلال الله يهديك، قال والله ما تمشون، يوم انتم جيتوا شو خليكم تمشون بدون ما اوجبكم. لا والله لا ابى اجي اوجبكم تجلسون عندي ونقعد نسولف وان شاء الله لاحقين على العمره لاحقين. قال كفو يا ولد اخوي، والله قدها وتفعلها ما شاء الله عليك، خلاص ابشر انت رح. طبعا هذا السوالف ترى الظهر. قال انت رح، حنا نبي نحلل نرمي حراماتنا ونلبس ثيابنا، وان شاء الله بعد المغرب نكون عندك. وين مكانك؟ قال مكاني بالمكان الفلاني، المحطة الفلانية أنا وراها بالضبط، لا جيتوا عند المحطة أنا وراها بالضبط، لا جيتوا تلاقون بيت شعبي وراء المحطة. قالوا خلاص تم. والله يركب طال عمرك ويروح. يمه أمامي جو، قالت حياهم الله وينهم؟ قالوا بعد المغرب يجون. والله وتفك شيلتها تخبر تصر بالشيلة، هذا عجايزنا أول الله يخليهم ويحفظهم، وتطلع له حل 500 600 700 هذا الحدود. قالت روح اشتر ذبيحة وعش عمامك. والله ياخذ الفلوس ويركب سيارة جاره ويروح للموقف وياخذ ذيك الذبيحة الطيبة ويوديها شو يسمونه المطبخ. قال بيها ذبيحة على صحنين مندي، تكفوا لا تخروا 9:30 أبغاها.
قال ابشر. المهم والله ويروح ويجهز ويشتري اغراض ويشتري قهوه ويشتري مدري ايش ويجهز المجلس وينظف ويزبط. على بعد المغرب طال عمرك الا اجتمعوا الخوال وعمامه وجيرانه وطاير بهم فرحان بجماعته. طبعا عمامه وين يا عمي ظهاري وسندي. المهم طال عمرك الساعة 9:15 قال جاره يلا نروح. قال وين؟ قال امشي معي نروح للمطبخ نجيب ذبيحة. قال يلا. والله يطلع وجاره طال عمرك ولا طوب استغفرك واتوب اليك. والله الصدمة الله يعين الولد. يوم جاء عند المطبخ الا مقفل من البلدية لإجراءات احترازية لعدم مدري ايش. هو ينصدم. الذبيحة العشاء رجال يا ولد. المهم يتعربش الجدار ويطلع فوق الا بس القدور فاضية. لا طبخ لا نفخ لا هذه لا ذيك يا ولد. المصيبة والله. ويركض طال عمرك هو جار للمطبخ اللي بجنبه الا القدور شغالة والذبايح تطبخ والرز جاهز والدنيا. قال السلام عليكم. وعليكم السلام كيف حالك؟ وين المطبخ اللي بجنبكم؟ قال والله جو البلدية وقفلوا البلدية قفلوا المحل. طيب انا عنده ذبيحة وما ادري ايش وهذا. قال الله يعينك. قال طيب حطوني ذبيحة. عندكم ذبيحة؟ اشتري ذبيحة. قالوا ما فيه هذا حق الجماعة حق الناس. يا ابن الحلال يهديكم يرضيكم تكفون. والله يمكن حتى بيتزا عنده ما فيها. المهم ويناظر على البوابة الا راعي الجيب الشاص طال عمرك رجع ريوس. يا السلام. وينزل هذاك شويب ما هو شويب ما هو كبير ما هو يعني بحدود يعني بها 45 50 اي يعني ما هو هذاك الكبر يعني 50 اي خلينا نقول 50. نزل قال ما شاء الله. شو عندك يا ولد؟ اسمعك بس تصيح على هاليمنية. قال يا عم والله انا صار معي كذا 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 عازم لي رجال. قال ماشي انت تعزم رجال. قال افا ليه طايح من عينك يا عم؟ قال لا والله بس ما شاء الله عليك يعني بعمرك كذا وتعزم رجال. قال اي والله اعزمهم ليه ما اعزمهم وجبت ذبيحتي عند المطبخ الفلاني ذا ومقفل البلدية مقفلتها. قال اسمع هذا الشاي. قال اذا انت صاد وعندك معازيم انا ذابح ذبيحتين على 4 صحون. سمعتني؟ قال ايه. قال اذا انت صاد الحين ركبهم بالجيب وتطلع معي وبشوف جماعتك لك ذبيحة ابشرها. يا ولد تقل احد صب عليه مي بارد ارتاح الولد. قال تم يلا يا عم. المهم قال خلنا نجهز ويجهزون ال4 صحون الذبيحتين ال4 صحون ويركب معاه ويلحق جاره. لما وصل عند بيت الرجال عند بيت الوليد. يوم نزل الا ما شاء الله السيارات والجماعة موجودين بالمجلس. قال ابشر بها. نزل الصحن ونزل له صحنين ذبيحة كاملة. المهم هم ينزلون طال عمرك التهى الولد عن الشايب راعي الجيب ويشغل راعي الجيب مستأنس راعي الجيب ويطلع ويمشي. تخيلوا يعني لا اخذ من عنده تليفون لا اخذ من عنده ثابت لا اخذ اسمه لا اخذ ما يدري. المهم يوم خلص العشاء وكذا جلس مع امامه والله يمدحون فيه. ما شاء الله عليك يا الولد ما شاء الله عليك يا ولد اخوي والله انك طلعت سنابي وطلعت رجل وطلعت كذا. المهم يعني الرجال نسى الولد نسى الشايب نسى راعي الجيب ويتذكره ويركب السيارة ثاني يوم طال عمرك ويروح وين للمطعم. قال البارح اللي أنا جيتكم بغيت اللهم صل على سيدنا محمد الذبيحة والله يجزاه خير ركبت معاه راعي الجيب تعرفونه؟ قال لا والله ما نعرفه. قال تكفون أبغى رقمه أبغى شيء. قال والله ما نقدر نعطيك رقمه ولا لنا استطاع أن نعطيك رقم. لا حول ولا قوة. المهم راحت الأيام وراحت السنين وخلص الثانوية وخلص الجامعة. يوم خلص طال عمرك والله الرجال ويتعين بوزارة الداخلية له مكتب طال عمرك وتعين
و قاعد يشتغل وماسك الأوراق وقاعد يشتغل كذا، إلا دقة الباب عليه ويدخل رجال كبير شايب اي والله شايب، يعني حدودها 60، ويدخل عليه ويرفع الولد راسه، إلا ما شاف إلا الشايب اللي راعي الجيب الشاص، هو يقمز على الكرسي ويجي ويسلم عليه ويحبه ويحب راسه. يلا حي عم، وشلونك يا عم؟ طيب يا عم. قال انت تعرفني؟ قال لا ما اعرفك، اجلس يلا حي. ويقعد عنده. قال امر، ايش عندك؟ سلامات. وش اللي تامر فيه؟ قال والله يا وليدي، انا ولدي الكبير عليه مديونية 40,000، وابغاكم يعني جاي ان تدخلونه معاكم بهالرمضانية، باقي لها شهرين، وتدخلونه بالعفو ان شاء الله، انه يشمل العفو او يشمل احد يسدد عنه. اي والله تكفى. قال عطني الاوراق. قال قم. قال وين؟ قال قم معي قم. وياخذ الولد وياخذ الشايب وين؟ الوكيل الوزارة. السلام عليكم يا السكرتير، الوكيل هنا؟ قال اي نعم هنا. قال بدخل عليه. قال تفضل، ما عنده احد. يدخل عليه. قال السلام عليكم يا عم، كيف حالك؟ طيب الشر. الرجال ذا له قصة معي يا طويل العمر، وتكفى، ما جيتك إلا وأنا كلامر. قال سنة من السنين جوني عمامي تخبرون السالفة، ولله ثم الرجال ذا والله يا طويل العمر أني أنا يمكن صاير علي شيء. وقف معي وأعطاني ذبيحة من ذبايحه وجابها عندي البيت. المشكلة أنه مشى، لا أخذت رقمه ولا عرفت عنوانه. قال هو أنت الولد اللي هنا اللي كذا؟ قال الله وصلت خير، الله يجزاك خير، الله ما سوينا إلا الواجب يا وليدي. قال والحين هذه يا طويل العمر الأوراق عندك، ولده موقف ب40,000 ريال، ونبي يدخل العفو إذا أمكن. قال خلاص أبشر ولا يهمك، خلها هنا، خلها عندي، وباكر إن شاء الله لنا موعد بإذن الله. قال تم. والله وياخذ الشايب الوليد ويستأذن ويروح ويمر المطعم وياخذ تويس وشقته ويتغدى هو وياه، ويقعد هو وياه بهالشقة وشاي وقهوة وسوالف إلى ثاني يوم الصباح. قعد الشايب، صلوا الفجر وتقهووا، جاب له فطور وافطر. قال يلا مشينا. قال لا وين مشينا؟ اقعد لا تحرك من هنا بإذن الله، رمضان إلا وليدك عندك بإذن الله. هذا الوليد يقوله. ويروح من الساعة 8 ويجي عند السكرتير، السلام عليكم. السلام. تكفى. الوكيل وين؟ هنا. قال لا الوكيل مشى. قال طيب وش سوى معاملتي؟ تكفون. قال وش معاملتك؟ قال اطلاق سراح ولا شو اسمه، دخول العفو حق الرجال. قال وش عفو الرجال؟ قال امس انا معطيه معروض خطاب كذا عشان يدخله بالهذا. قال عشان فلان. قال ايه؟ قال ابن حلال فلان من امس عنده هلا. قال اسالك بالله. قال اي والله. طال عمرك طويل العمر، وكيل الوزارة سدد 40,000 اخلو سبيله، طال عمرك، وروح الوليد من امس عنده هلا، يا يتغدى مع هلا وتعشى مع هلا. بيض الله وجهك يا طويل العمر يا اخي. فهو جاي طاقة. اصبر. وهذا ظرف كرامة ضيفك، عطها ضيفك. يقول وكيل الوزارة لو انه مو مشغول البارح وطيارته كانت العصر كان سواله كرامة، بس يعذرنا من القصور. وعطوا هالشيك هاي، عطوا المبلغ ذا 20,000 ريال، ويقول لك وكيل الوزارة تعذر لنا منه. بيض الله وجهه فعلا. مخابر يقول لك. نعم مش مظاهر. وفعلا وقف معاه وقفة طيبة الوكيل الوزارة.
المهم ويروح مستأنس الولد، يعني سوى شيء وش أقول لك. ويروح للرجال ويدخل عليه، قال السلام، قال بشر، أشوف ولدي برمضان. قال ولدك عند أهله من أمس. قال أسألك بالله يا ولدي. قال والله من أمس. وياخذ الجوال ويتصل ويرد عليه ولده، السلام عليكم. السلام، وينك يبا؟ أنا سبحان الله. قال أنا عند أهلي من أمس. يا سبحان الله. شوف. فالولد جاء قال وكيل الوزارة يسلم عليك. قال لو انه هو مشغول وكان بسفر كان سوى لك كرامة وذبح لك، بس الرجال يعتذر منك، وهذا مبلغ حق ضيافتك 20,000 ريال يا عم. واسمع، انت وجماعتك ومن يعز عليك، هذا جوالي عندك يا عم، وش ما بغيت من الوزارة، ترى مالك الا ولد اصغر عيالك بهالوزارة، من ايدك هذه لايدك هذه. يا سبحان الله. اي بالله والله، ياخذ الشائب الشيك المبلغ ويروح لأهله. فمن هذه القصة يا شباب، الفعل المعروف ما ينسى، ولا تنسون هالمعروف. اي واحد بيده شيء والله، لو يا اخي لو اي حاجة بيدك لا تبخلها على هالناس. حتى يقول لك لو انك امطت الاذى عن الطريق، هذه فيها صدقة وفيها كل شيء. فالله يجزاكم خير، وإن شاء الله تكون عجبتكم القصة هذه، ولا تنسونا من لايكاتكم وإعجاباتكم. وأستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.